وبركاته. احبائي متابعين الدكتور هيثم عارف الترا سكان، تحياتي. لايف جديد ومجموعة حالات جميلة. طبعا هفكركم لازم تخشوا على الكوميونتي هنا وتشوفوا الاجابات الجميلة اللي موجودة في لايف في البوست الخميس الجميل بتاعنا. تخشوا دوسوا على اللينك وشوفوا ايه الاجابات الجميله اللي موجوده. اخص بالذكر طبعا دكتورتنا اميره شوقي ودكتوره نور من ليبيا، المبدعتين الرائعتين. يعني ما اعرفش العربي بتاعي صح ولا لا، بس انا مش عارف اشكرهم كفايه الصراحه. طبعا دكتوره ساره برضو من ليبيا، فالصراحه ابدعوا في الاجابات الاسبوع ده. وطبعا بنشكر برضو دكتورة أميرة. خش شوفوا البوست بتاعها اللي هو الالترا بوست بتاع كل اسبوع، ان شاء الله يعجبكم. كان عن الانينسيفالي مع الراكسكيزس، ومحضر طبعا لسه بوستات الاسابيع الجايه للابداعات والدرر الجميله اللي بيكتبوها. فيلا ناخد الحالات حاله حاله. اكشوالي اول حاله من حالات الاسبوع اللي هناخدها حاله فيها AVSD اهو. الحالة بتاعت AVSD اهي. حالة AVSD حالة جميلة زي ما انتوا شايفين. طيب غير AVSD الرم بتاع الفيوجن طبيعي ما فيهوش مشكله، بس هل AVSD اسوشيتد مع حاجه تانية؟ طبعا انا ويتنج ان انا اشوف الحاله مره كمان ان شاء الله. انا لسه عامل لها فول اب وهقول لكم. طبعا الثري فيسل فيو بتاع الحاله انا شايفه كويس، يعني مانيش قلقان منه خالص. الثري فيسل فيو انا مش قلقان منه. وبالتالي انتوا عارفين ان انا الفيتال هارت كود بتاعي معتمد اساسي على الثري فيسل فيو عشان يقول الحاله فيها ايه. فانا جاست شايف في الحاله AVSD، ولكن انا الصراحه بالذات AVSD ما بطمنش لاي حاجه حاله فيها AVSD غير لما اشوفها مره واثنين وثلاثه ديورنج الكورس بتاع البريجنسي. يا ترى هي اسوشيتد مع حاجه تانية ولا لا؟ هي برايمي وما هماش قرايب ولا حاجه، والسيرفيس فيو بتاعها كويس، وانا سولي مش شايف غير AVSD في الحاله فقط لا غير. وويتنج ان انا يعني اطلع داتا تانية ان شاء الله في الحاله في الاذر. طبعا انت هتشخص AVSD. حالة احبائي حالة صعبة. البيبي محجوز دلوقتي، اتولد ومحجوز في الحضانة بتاعة الجامعة عندنا هنا في طنطا، حضانة مجاني. والفيزيشن لسه مبلغني ان البيبي نزل، وقالوا ان هو ثواني اصغر بس الفيديو. ايوه، قالوا ان البيبي في VSD بلس ان في حاجة معكوسة. بس وقال ان الموضوع يعني كان الناس مختلفين في الدياجنوز، حتى البوست نيتال الايكو كان مختلف ايه البيبي فيه ايه. ولكن انا متفق مع دكتوره اميره في ان البيبي دون هيطلع LTGA او هيطلع ventricular inversion، هيطلع فيه هيطلع فيه ايزوميريزم كمان. الايزوميريزم غالبا ممكن يبقى رايت اترال ايزوميريزم. فكمل الفيديو وحط قدامك السكرينه بتاعت الدكتوره اميره، اجابه الدكتوره اميره اللي هي LTGA او الدبل ديسكوردنس. حط دي في دماغك واعرف ان الدايجنوزس طلع اللي هم حتى الان زي ار نوت شور منه برضه بوست نيتال، ان البيبي ده شوف مدى صعوبه الحاله. ولكن عايزك تحط في دماغك ان في برضه سكرينه تانية الدكتوره كاتباها دكتوره نور. بتقول ان دايما ديكستروكارديا دايما معاها مصيبه، دايما ديكستروكارديا معاها مصيبه. لقيت الاستومك في ناحيه والهارت في ناحيه، انت داخل على مصيبه. ايه هي؟ موستلي ديكستروكارديا مع، افتكر كلامي ده والنبي مهم قوي، ديكستروكارديا ويز ايزوميريزم او هيتروتاكسي. انا بقول في الحاله دي ممكن يبقى فيها رايت اتل ايزوميريزم بلس VSD مع LTGA. ده الايه الغالب الموضوع. فيا ريت تشوف الفيديو كده بتمعن وتتك على نفسك. هم 15 دقيقه بس هتستفيد. و زي ما قلت لك حط السكرينه قدامك. زي ما قلت لك الحاله ممكن يبقى فيها LTGA او يبقى فيها ventricular inversion،
وما تستبعدش وجود رايت اتريال ايزوميريزم، لان الاثنين الاورتا والاي في سي موجودين على الرايت سايد بتاع السباين، ويمكن دي الدبل فيسل ساين هي من الساينز المهمه قوي اللي تشخص لك ايزوميريزم في كل الحالات. مبدئيا ديكستروكارديا مع موسلي هيتيروتاكسي كمان، و زي ما قلنا ال تي جي. طيب نكمل احبائي الكرام لايفنا الجميل بعد الحاله الجميله دي، الحاله الصعبه. وحط قدامك السكرين الدكتوره اميره هتلاقيها في بوست الخميس. غير ديكستروكارديا هيتيروتاكسي معاها كمان، و انا بقول رايت اتريال ايزوميريزم، وممكن يبقى معاها تي جي اي كمان اسوشيتد في نفس الحاله. طيب بعد الاي في اس دي يا ترى في حاله ايه كمان يا احبائي؟ حاله كونجينيتال دافراجماتيك هيرنيا. كونجينيتال دافراجماتيك هيرنيا الهارت فوق زائق الهارت فوق وزائق الهارت ناحيه الشمال، سوري، زائق الهارت ناحيه الرايت، زائق الهارت ناحيه الرايت. وخد بالك ان برضو هنا انا شايف زي حاله الاي في اس دي ان 3 فيسلز ار نورمال مع الفور شامبرز، وبالتالي الحاله كونجنتال دافراجماتيك هيرنيا فقط لا غير، وما اظنش ان معاها حاجه تانية، بس ستيل انا ويتنج ان انا اشوفها تاني. بقدر المستطاع انا حاولت ان انا اجيب لك الشكل الثري فيسل اللي هو بيبقى ديفيكالت مع حالات ولكن الحاله ما كانش فيها حاجه تانية غير كونجنتال دافراجماتيك هيرنيا فقط لا غير. بس زي ما حاله الاي في اس دي برضو انا بقول ان هي جاست اي في اس دي، بس طبعا ويتنج ان انا كونفيرم، وهعمل لكم ابديت لاي داتا ثانيه تظهر. اخر حاله من حالات الاسبوع كانت حاله الميكل جروبر سندروم احبائي، ودي حاله فيها انسفالوسيل. يمكن احنا ما وضحناش الانسفالوسيل بهذا الوضوح قبل كده. بلس بايلاترال بوليسيستيك كيدني او بايلاترال مالتيسيستيك كيدني مع الانسفالوسيل. لما تلاقي حاجتين زي دول مشكله في البرين، الانسفالوسيل او هيدروكيفلس او بلس المالتيسيستيك كيدني، على طول ميكل جروبر من غير ما تفكر. وتاني عايز ارجع بيكم بس للحاله اللي هي دي، زي ما قلت لك البيبي اتحجز في الحضان، وقالوا ان الحاله فيها في اس دي بلس حاجه معكوسه في القلب. ايه هي؟ هم ستيل مختلفين حتى الان. فانا رايي ان الحاله دي فيها تي جي اي بلس فنتريكولار انفيرجن، وميبي ديكستروكارديا مع هيتيروتاكسي، والهيتيروتاكسي سبب وجود الايه او يعني هنشوفه بالدبل فيسل ساين على الرايت سايد بتاع السباين. شكرا، واراكم على الف خير الجمعه القادمه ان شاء الله.